هاد الاعتراف هذا ديال واحد السيده قالت لك انا تقريبا قربت للخمسينات، الزوج ديالي توفى، انا خدامه الحمد لله، يعني انا ماشي عواله ولا واقفه على شي حد. قالت لك ولدت ولدي ملي كنت صغيره، ولدي دابا راه مجوج، والمشكله ان ولدي عايش معايا. دابا هذه هي المشكله. قالت لك في الاول كانت جات واحد المده جات فيها كورونا وهما تزيروا، كانوا واحد الوقيته ما بقاوش لاقيين حتى خدمه، فانا طبعا نوقف معاهم قلت لهم اجيو سكنوا معايا. وانا ديك الساعه كنت يلاه بدلت الدار ديالي، ولات في دار جديده، فكان عندها واحد البيت، فقلت لهم اجيو سكنوا معايا ما كاين حتى شي مشكل. قالت لك فمن جاو سكنوا معايا لاحظت واحد الحاجه. قالت لك اول حاجه ما كيعاونوش، ما كيحطوا يديهم في حتى شي حاجه، وزيد عليها شي مرات كيدابزوا، يعني كيتناقروا كيدابزوا كيتصادعوا. كيتصادعوا. قالت لكم من فوق داك الشيء كيخرجوا ما عرفتهمش واش خدامين ما خدامينش، ممكن يخرجوا. انا كنخرج كنجي ما كنلقاهمش، كنحشم نجبد معاهم الهضره ديال واش خدمتوا ما خدمتوش، شنو واقع فين مشيتو شنو واقع شو كديروا في حياتكم دابا. المهم قالت لك من فوق هذا الشيء هذا كامل وليت كنلاحظ بان مع انا اللي كنجمع لهم البيت كنلقى الخناشي لي تيكا ديال انهم مثلا تقداو شراو الحوايج، هي كتبان لي شرات السيكان، كتبان لي الطوموبيل تبدلت. قالت لك وراه ما كيحطوا معايا حتى ريال، يعني قالت لك انا التقضيه الخدمه نرجع للدار نطيب نجمع نزلوا تاكلوا. قالت لك بحال انا مربيه جوج كبار عندي في الدار. قالت لك بغيت نتسطى. المهم قالت لك حتى لواحد النهار وانا نقول لهم خصكم تبداو تخلصوا معايا، بداو تعطيوني قدا وقدا في السيمانه باش ندير انا التقضيه ديال السيمانه. قالت لك مراتو باغا تسطى، كيفاش كتطلب لينا الفلوس؟ نورمالمون هي خصها تعاون معانا ماشي تطلب لينا الفلوس. قالت لك هاد الهضره كتقولها قدامي، يعني ماشي غطلع للبيت تسد عليها وتهضر هي وولدي، لا لا لا، هاد الهضره قدامي. وتل دابا انا راه العائله ديال مرت ولدي انا راه ما كنعرفهمش مزيان حيت هما من مدينه اخرى، يعني انا النهار اللي عرضونا كنا مشينا عند خالتهم فايت تلاقيت بهم عند عمها، ولكن ما عمري مشيت لعندهم دارهم اللي هما ساكنين فيها، حيت النهار اللي مشينا خطبناها من بارطما كانوا كاريينها غير في مدينه حدانا. قالك بلا ما تعذبوا احنا اصلا كاريين هنا نديروا هاد تما، عندنا جزرده عندنا ما عرف شنو، يعني انا ما عمري مشيت لعندهم لدارهم حتى من تزوجوا في قاعه، يعني انا ما مشيتش لعندهم للدار. قالت لك المهم انا ديك الهضره اللي قلت لهم ديال التعاون ما عجبتهمش كاع، وداروا راسهم بحال ما سمعونيش. كنا واحد الوقيته كناكلوا وانا قلت لمرت ولدي قلت لها كي كديروا دوزوا النهار، يعني شنو كديروا من كنمشي انا؟ قالت لك فغيمون نفخت ناضت من الطبله ومشات للبيت، ما بغاتش تجاوبني. من بعد كنسمعوا بغات تحكم في حياتي بغات. المهم قال لك تفرقعات. قلت لك هذه راه انا معاونه معاهم، يعني انا معاونه معاهم. هما قالت لك راه علي الثلاثينات انا معاونه معاهم الثلاثينات. قلت لك انا تبلوكيت السيده، قالت لك جمعت حوايجها وكتبان لي خاده خارجه. انا بقيت ساكته ما دويت ما حتى شي حاجه، حيت لدابا انا كنقول انا ماشي حتى شي وحده اللي زعما من داك الاولد سكول، يعني داك الامهات نقولوا ماشي مودرن. انا خدامه كندير سبور ديالي كنتقدى يعني عصريه. المهم قلت لك انا بقيت بحال شي وحده مصدومه ما فاهماش، حيت انا نورمالمون كنهضر معاهم بحال كنهضر مع ماشي صحابي، ولكن بحال كنهضر مع وحدين قرابين ليا ماشي شي وحدين اللي بيني وبينهم 50 60 عام. قلت لك مشات انا ولدي جا كيهضر معايا قال لي ما عرفتش الوالده شنو ندير. قلت له ولدي انا خرجني من هذا الشيء، انا غير دويت عادي زعما الوالده راه تقلقات ربما ما كانش خصك تسولي هذا السؤال. قلت لك انا بقيت كنقول مع راسي يمكن ما كانش خصني نيت نسول هذا السؤال، كان خصني يمكن نهضر غير مع ولدي. انا قلت له واش هي بغات تمشي عند دارهم؟ راه قالت لي غتمشي لعند دارهم ترتاح، ولكن راه قالت لي ما غتقول لهم حتى شي حاجه، ولكن هي محتاجه ترتاح في دارهم. ترتاح شنو كنت كدير ما كنت كدير والو، جالسه شاده التليفون. المهم لغت ليه قالت لي الوالده شوف ولدي الويكاند انا غنبدا الخدمه يلا نمشيو لعندهم للدار، يلا انا نمشي نهضر معاه ما فيها باس. قالت بقيت كنقول صافي بحال بنتي انا ولدي ما كنتقلقش منه ما نتقلقش منها حتى هي. قالت لك مشيت لعندهم للدار ديال مدينه بعيده علينا بواحد المسافه، يعني بعيده شويه، ولكن اول مره غنمشي لعندهم للدار. قالت لك ملي مشيت للدار لقيتهم ساكنين في فيلا، السيده دارهم كبيره يعني كبيره. بقيت كنقول علاش مشات تسكن في دارهم؟ جينا انا جالسين حدايا عندي بيت وبيتهم، انا عندي صالون لتحت وكوزينه والفوق جوج البيوت، علاش ما مشاتش جلست في دارهم عندهم الجرده ولا بيسين وداك، مشات جلست هي وياه تما. واصلا كانوا كيقلبوا على خدمه، يعني حتى ديك المدينه كبيره يقدروا يخدموا فيها. قالت لك وهنا فين غتجيني واحد الصدمه كبيره. قالت لك ملي كنت جالسه معاهم في الطبله فين ما كنبغي نهضر هي كتقطعني في الهضره، يعني ما كتخلينيش نهضر بحال شي واحد خايفك تقول شي حاجه. قلت لك انا ماشي شي وحده عاوتاني اللي مدكياش فهمتي. قال لك انا حسيت بها باغا طاكي على شي حاجه باغا تفراني.
فهمتي؟ قال لك انا حسيت باغا طاكي على شي حاجه، باغا تفراني، كاينه شي بلان ماشي هو هذاك. قالت لك وكنبغي نهضر، كتقول لها نحط لك شي حاجه خالتي، ما قالت شي حاجه خالتي. قالت لك واحد شويه ولدي انا غمزته هو جا لعندي، قلت له ولدي خرج انت ومرتك شربوا شي قهوه ولا شي حاجه، خليني انا وما جالسه. قالت لك شا، قال لها نخرجوا، بغيت نهضر معاك نشربوا قهوه ولا شي حاجه، لا خلينا جالسين، لا يلا بغيتك في شي حاجه. قالت لك جرها بحال الضرسه ما بغاتش تمشي. قالت لك المهم قالت لك وهنا فين كانت الصدمه. قالت لك اللي فهمت من الهضره ديال امها وباها انها هي وولدي كاريين ومسكنيني معاهم، دابا هما مسكنيني انا معاهم. كيفاش؟ وباللي بنتهم جات حيت عيات ما تهزني فوق كتافها. قالت لك انا صدمت حيت بقات كتقول لها ايوا راكي عارفه راه ظريفه، راه كون ما كانت ظريفه ما تبغيكش تسكني معاها. بقيت كنقول انا نسكن معاها باش يكونوا كوبل، يلاه بداو والراجل مسكن مو معاه، وهذا راه ماشي سهله الحاجه. كنقول لها اييه. قالت له انا كنقول واش نفرتكها ولا ما نفرتكاش. انا نفرتك هذيك الساعه. بقيت ساكته. رجعت قالت لك بقيت كنضحك ما كاين حتى شي حاجه. قالت لك حتى شدينا الطريق ورجعنا. قالت لك مشينا مخالفين، هو مشى معاها في الطوموبيل ديالنا، انا جيت في الطوموبيلتي. قالت لك حيت كنا مشينا باش نجيبوها. المهم قالت لك من وصلنا للدار حطيت العشاء، جالسين كنتعشاو وانا نهضر معاهم. قالت لها واخا تشرحي لي كيفاش انك انتيا وولدي كارين ومسكنيني معاكم. تقول لها قالت لها هيك هاد الهضره اللي قلتي لوالديك. ايوا لا وانا غير دويت زعما ماشي عنيتها، ما عرفتها خرجت مني هكا. قالت لها لا امك فاهمه انك جيتي لعندها لانك عيتي من الضغط. قلت لك ولدي ديك الساعه ما فاهم والو. قلت لك ولدي اللي كان كيقول لي والوالده معليش ديري لها خاطرها، والوالده راه ماشي ساهله، والوالده. قلت لك ناضت تنفخت. قلت لك النفخ ديالها من النيف يطير الخبز من فوق الطبله. تنين تنين ناضت. قالت لك ناضت ومشات عاوتاني طلعت لبيتها وعاوتاني زداف ردخت البيت. قالت لك وديك الساعه تبعها ولدي شحال هو كيتغاوت هو وياه، علاش قلتي بحال هكا، علاش والوالده واقفه معانا والوالده ما عرفت شنو. المهم قالت لك انا ديك الساعه صافي جمعت الطبله كليت. قالت لك مشيت لبيتي. قالت لك حتى كيدق عليا ولدي كيعتذر ليا، قال لها سمحي لي الوالده انا ما صحبليش انها ديجا عاطيه هي هاد الفكره، حيت هي كانت عاطيه هاد الفكره من نهار تزوجوا بانهم راه غيسكنوا معاهم لان مو وحيده مسكينه ظريف فيها الخير فيها الخير. المهم قالت لك انا قلت له ما كاين حتى شي مشكله ولدي، ولكن هذاك البيت وبيتي جوج د البيوت، الدار شحال فيها جوج د البيوت، يعني الكرا النص بالنص. دابا انا قالت لك ولدي مبزع عليه يخلصني فلوس الكرا هو ومرته. بالحق. قالت لك واخا انا عارفاهم كينفخوا ما عاجبهمش الحال. قالت لك راه حتى ولدي اللي جا طلب مني السماح حتى هو شويه مادي. قالت لك ما عاجبوش الحال. قالت لكم يقدروا الناس يسمعوني بحال هكا كيفاش كتخلي ولدك يدفع الكرا. قالت لك شوف هما مصاصين الدماء بجوج، راه كاين اللي عنده ولادو بحال هكا يبقى يمزمز فيك حتى ما بقى تولي يخلي فيك العينين والعينين وفكر فيهم. الله يستر ناري وحق الله لا زعما لا يا ربي زعما لا يبحال بحال العنكبوت ولادو كياكلوه كتولدوا كيقصيوه والله العظيم. قلت لي ولدي مات عرفتي ملي قالت لي قلت مشكله هذه. المهم فقالت لكم هذا الاعتراف ديالي ان ولدي كيخلص الكرا عندي مزيان. الله يتم مزيان. اولا نفرشكم سهل خلص ولا نمشي لعند والديك نفرشهم. والله العظيم ما كيفاش ما فرشتهاش. شي مرات ضبط النفس ديك الساعه تعلم باش قلت لكم الاعترافات خصك تكون شوف كتضحك على شي حد كتحصل، كتكون ذكي كتربح. شو التكتيك كدير داكشي ديال خصك تلعب الشطرنج تكون خاطئ في الحياه. شوفوا لي الاعترافات اللي كنعاود لكم راه ما يمكنش انا بعدا غنولي انا عندي داك الصمت. صافي انا قررت نبدل واحد الطرف من شخصيتي. دابا البنت قابله انها تخلص النص ديال الكرا. كتخلص لقاتهم خدامين وهاد خدامين. شوف انت خدامين وكيخرجوا في سوكات ويدخلوا في سوكات. لويز فويطون ما عرفتش بحال داك اللي كيدخل الماكله ودو يمشي لبيتو. عرفتي هما حتى هما بحالك خدامين يدخلوا ماكلتهم لبيتهم ويتقداو يدخلوا لبيتهم. ما يخلصوا لا ما لا ضو. المهم ان هي توقف عليهم والو ولا يجمعوا ولا حتى شي حاجه. عبرت عليهم الصراحه. خصهم يخلصوا الكرا كامل مادام جايه توقف عليهم. اصلا ما توقفيش عليهم. خصهم يخرجوا بحالهم. والله. شوف خليهم ترونكيل خلوها مسكين. خرج. عرفتي انا ولاد بحال هكا اللي ما يعطيكش حتى الهضره ويزيدك بالهم. يخرج يمشي يسكن بوحدو.